السلام عليكم، عاملين ايه يا حلوين؟ هنكمل النهارده ان شاء الله سلسله بتاع جهاز العروسه. هكلمكم النهارده عن المفروشات بتاعه اوضه الاطفال. اول حاجه انت برضه لازم تعرفي انت هتخشي باوضه الاطفال ولا لا. هي معظم العرسان دلوقتي بتدخل باوضتين بس، فممكن اوضه الاطفال اصلا ما تكونش عندك جاهزه ان انت تجيبي لها مفروشات، فلو مش هتكون جاهزه طبعا الاحسن لك ان انت ما تجيبيش مفروشات دلوقتي. بس لو هتخشي بيها ان شاء الله، فالمفروشات اللي انت هتجيبيها في الاوضه هقولك عليها دلوقتي. يلا بينا نبدا الفيديو. ان شاء الله هتجيبي لحافين صيفي علشان لو في تكييف في اوضه الاولاد، ولحافين فايبر وبقى شتوي الخامة بتاعتهم تكون تقيلة طبعا. انا جبتهم، ما جبتش بطاطين، حابة تجيبي بطاطين برضو اللي انت عاوزاه يرجع لك. هي معظم حاجة الاطفال بتيجي دبل، بس في برضه حاجات بتتباع فرداني، ولازم تكوني عارفة طبعا السرير بتاعك هيبقى متر ولا متر وعشرين عشان تجيبي على أساسه. تاني حاجة بقى أكلمكوا عليها الملايات بتاع أوضة الأطفال. أنا كنت جايبة 7 أطقم ملايات. كل طقم طبعا بيبقى فيه ملايتين. أنا جبت طقمين كانوا ماركة المجد، والطقمين دول كانوا من كوكا أند إسلو في شبرا وليفرا كتير، ممكن تدوروا عليه على الإنترنت. وجبت باقي اللطقم بتاعة الأطفال. أنا ما بحبش السادة في أوضة الأطفال بالتحديد، يعني عشان برضو الحاجات بتكسر بسرعة والدنيا مبتكونش أحسن حاجة، وكمان حتى في الأول الملاية انت هتشيليها كل فترة، إنه مفيش حد هيبقى بينام في الأوضة دي ومش هتستخدميها. فكملت ال5 ملايات التانيين. ال5 أطقم ملايات التانيين جبتهم من محل اسمه تركشون. المحل ده ليه فرعين، واحد في المهندسين واحد في مدينة نصر. بصراحة الخامات بتاعة الملايات بتاعته حلوة جدا، ومستكتش منها. انا استخدمت لحد دلوقتي 4، والأربعة اللي استخدمتهم بصراحة كانوا ما شاء الله جمال جدا. نيجي بقى الحاجة اللي بعد كده، هنتكلم عن الدفايات. الدفايات انت اللي عدد معاكي هي الدفايات بتاعت اوضه الاطفال، في برضو منها ساده وفي مشجره حسب ذوقك وحسب اللي انت عاوزاه. وحاولي تجيبي، لو انتوا جبتوا اوضه نوم خشب هاتي الوان مقاربه ليها، او هاتي الوان بيزك تمشي مع كل الحاجات، او كل الالوان، سواء جبتي الجهاز بتاعك على بنيات او جبتيه على ابيض ورمادي. فحاولي تجيبي الوان تليق على على الخشب بتاع اوضه النوم، برضو ده بيكون احسن يعني. الدفايات كفاية أوي في الأول، طقمين أو 3 بالكتير، يعني ما تجيبش أكتر من كده لأن الأوضة دي هتقعد مش مستخدمة أقل فترة، يعني 3 سنين أو 4 سنين على حسب ما إن شاء الله تجيبي بيبي ويتنقل من أوضتك لأوضته. فطبعا بتبقى يعني بعد كام سنة مش بتحتاجيها خالص في الأول. حاولوا عموما في الدفايات برضو ما تسترخصوش. انتوا هتجيبوا طقمين، فالطقمين يكونوا جودتهم كويسة. الحاجات دي كلها هتريحكوا بعدين، مش هتشتكي في حاجة من الغسيل، مش هتشتكي في حاجة ان انت تحطي مثلا الدفاية تلاقيها باتت على الملاية. بجد احنا بنسمع مهازل. حاولوا برضو تخلوا بالكم من النقط البسيطة دي، خاصة في بند المفروشات، عشان بند المفروشات ده مش بنغيره باستمرار. فدي أهم حاجة ان انتوا تخلوا بالكم منها، ان جودة الحاجة تكون كويسة علشان تعيش معاكوا، لان انتوا بعد الجواز مش عارفين الظروف هتكون ايه، هتقدروا تغيروا دلوقتي ولا لا. فانتي من الاول تكوني عامله حسابك كده كده انتي هتدفعي فلوس، مش ترمي فلوسك طبعا في الارض وتجيبي حاجه رخيصه. الحاجه اللي بعد كده عايزه اكلمكم عليها، عايزه اكلمكم عن فوط الاطفال. انا فوط الاطفال اللي بيكون عليها الميكي ماوس والدباديب، معظم الحاجات دي بصراحه انا مش بحبها او بحسها مش شيك، فانا ما جبتهاش. ده ذوق شخصي، بس مش لازم طبعا تعملوا كده خالص. بس لو هتجيبوا فوط اطفال ممكن هي العلبه بيكون فيها 4، ممكن تجيبوا علبتين، ده ماكسيمم طبعا، ما تجيبوش اكتر من كده. زي ما قلت لكم مش هتحتاجوا خالص الحاجات دي في الاول. يبقى كده اجمالي العدد اللي هتجيبوها يا حلوين في اطقم السراير: 7 اطقم. الطقم بيكون فيه ملايتين. الدفايات هنجيب طقمين دفاية او 3 بالكتير. لحافين فايبر او بطانيتين على حسب ما تحبي. لحافين صيفي. وطقمين فوط اطفال بيكونوا فيهم 8. بس كده خلصنا، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم.